هاي يا حلوين، وحشتوني جدا. ويلا نكمل مع بعض كورس الستايلينج اللي بدأناه. وموضوعنا النهاردة مهم جدا لأي حد جسمه بيشبه المثلث المقلوب. الجسم ده بيتميز بأكتاف أعرض من باقي الجسم، وده بيخلي فيه شوية تحديات محتاجة تنسيق ذكي علشان نحقق التوازن ويبرز جمال الجسم من غير ما نظهر أي عيوب. وزي ما احنا متعودين هنتكلم بالتفصيل عن كل القطع المناسبة وغير المناسبة لجسم المثلث المقلوب، والاكسسوارات والأحزمة والأحذية. وكمان هنتكلم عن المشاكل والتحديات اللي ممكن تواجهنا واحنا بننسق أو بنختار لبسنا، علشان نقدر نخفي أي ديفو ونوازن شكل الجسم ونظهر بأجمل طلة. فيلا حضري قهوتك أو شايك وافتحي نوتك الجميلة وتعالي نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. طيب، أول حاجة لازم نفهمها كويس هي شكل جسم المثلث المقلوب. الجسم ده بيتميز بان الاكتاف بتكون اعرض من الوركين، وده بيخلي شكل الجسم يبان وكأنه مثلث مقلوب، يعني القاعدة العريضة من فوق والراس الضيق تحت. فهمنا للشكل ده مهم جدا علشان نقدر نختار الملابس اللي تبرز جماله، ونقدر نحدد اهدافنا اللي هنمشي عليها في اختيار ملابسنا، وهي اننا نخلق توازن بصري بين الاعلى والاسفل من خلال تقليل التركيز على الاعلى اللي هي منطقة الاكتاف والصدر، ونضيف حجم أو تفاصيل أكتر في الأسفل اللي هي منطقة الحوض والأرداف علشان الجسم يظهر بشكل متوازن وأنيق. ونبدأ مع أول قطعة في لبسنا وهي البلوزات. بنختار بلوزة برقبة في أو يو لأنها بتكسر حدة الأكتاف العريضة، والبلوزات اللي بيكون فيها تفاصيل ناعمة في النص أو عند الخصر، والأكمام الواسعة اللي بتضيق عند الرسغ عشان تدي كفة للحركة، والألوان الغامقة أو الهادية في الجزء اللي فوق لأنها بتصغر الحجم بصريا. ونتجنب الكرانيش أو التفاصيل الكبيرة على الصدر أو الكتف، والبلوزات اللي فيها نقشات كبيرة أو خطوط عرضية من فوق، والبلوزات الضيقة جدا أو اللي بتحدد الصدر بقوة. وللمحجبات اختاري بلوزة طويلة تغطي الأرداف وتكون منسدلة وناعمة بدون كتف بارز. والطرح الستايل التركي أو الملفوفة بتنسيق ناعم حوالين الكتف بتكون مناسبة جدا. لو البلوزة واسعة ممكن تضيفي حزام خفيف علشان تحددي الخصر من غير ما تبرزي الجزء اللي فوق. واختاري خامات تكون خفيفة وبدون لمعة لأنها بتديكي شكل أنيق ومتوازن أكتر. والفساتين نختار الفساتين اللي بتكون على شكل حرف A أو فيها تحديد للخصر، واللي بتكون فيها طبعات أو تفاصيل في الجزء اللي تحت أكتر من اللي فوق، والأكمام الناعمة أو بدون أكمام، والفساتين اللي فيها خطوط عمودية أو تصميم بسيط من فوق. ونتجنب الفساتين اللي فيها كسرات أو كشكشة عند الصدر أو الأكتاف، واللي بتيجي واسعة من فوق وضيقة من تحت، أو الياقات العالية جدا أو المقفولة بقوة، والقصات اللي بتجمع القماش حوالين الكتف. وللمحجبات نختار الفساتين الطويلة بأكمام ناعمة أو فيها قصة خفيفة على الخصر لأنها بتكون مثالية جدا. ولو الفستان بسيط من فوق ممكن تلبسي طرحة ملونة أو تحطي بروش ناعم في النص علشان تشدي الانتباه بعيد عن الأكتاف. البنطلونات الواسعة خصوصا البلازو أو الوايد ليج، والبناطيل اللي فيها جيوب جانبية أو تفاصيل في الجزء اللي تحت، والبناطيل اللي ألوانها زاهية أو فيها نقشات ملفتة، والهاي ويست لأنه بيدي توازن وبيبرز منطقة الخصر. ونتجنب البنطلونات السكيني أو اللي فيها خطوط طولية أو تطريزات من الجوانب، والقصات اللي بتبرز المؤخرة بدون توازن. وللمحجبات نختار البنطلونات الواسعة بستايل محتشم مناسبة جدا، وتقدري تنسقيها مع توب طويل يغطي الأرداف. والبنطلونات بأقمشة قطن أو كتل ناعمة بتدي شكل أنيق ومريح في نفس الوقت، وبتعدي عن البنطلونات المطاطة جدا أو الضيقة جدا حتى لو كانت البلوزة طويلة. بنختار الجيبات الاي لاين أو البليتد اللي بتدي امتلاء في الأسفل، والجيبات المنفوشة أو اللي فيها طبقات، والألوان الزاهية الفاتحة أو المنقوشة أو اللي فيها خطوط بالعرض. ونتجنبي الجيبات الضيقة جدا زي البنسل سكيرت، والجيبات اللي فيها قصات مايلة أو بتنتهي فوق الركبة. وللمحجبات اختاري جيبة تكون طويلة ومنفوشة لأنه بيكون اختيار مثالي. ممكن تلبسي معاها بلوزة بسيطة جوه الجيب مع جاكيت مفتوح أو كارديجان طويل عشان تعملي توازن. واختاري دايما خامات ناعمة مش بتنفش الجسم زيادة. والاكسسوارات المناسبة بنختار حقائب الكروس أو اليد الكبيرة أو المتوسطة اللي بتتلبس عند الخصر أو الحوض، والسلاسل الطويلة. ونتجنب الحقائب اللي بتتلبس على الكتف وخصوصا الكبيرة، والاكسسوارات الكبيرة حوالين الرقبة أو الأكتاف، والسلاسل القصيرة جدا. وللمحجبات ممكن تلبسي سلسلة طويلة فوق البلوزة أو التوب خصوصا لو خامة خفيفة وما فيهاش بريق قوي. تجنبي ربط الطرحة بطريقة تغطي منطقة الرقبة تماما لو حابة تلبسي اكسسوار فيها، واختاري لفة بسيطة علشان السلسلة تبان.
والأحزمة، اختاري الأحزمة الرفيعة اللي بتبرز الخصر بدون ما تبان تقيلة وتكون عند الوسط أو فوق الخصر بشوية. وتجنبي الأحزمة العريضة لأنها بتفصل الجسم بشدة وبتبرز الفرق ما بين حجم الجسم من فوق ومن تحت. وللمحجبات، الأحزمة ممكن تلبسيها فوق عباية مفتوحة أو كارديجان طويل علشان تبرزي خصرك بدقة. واختاري الألوان الناعمة أو الأحزمة المصنوعة من القماش. اختاري الأقراط تكون طويلة أو رفيعة والتصاميم الناعمة اللي بتمتد لأسفل الوجه. وتجنبي الأقراط الدائرية الضخمة أو اللي بتكون بارزة عند الأذن والتصاميم الضخمة اللي بتوسع الجزء العلوي بصريا. وللمحجبات، لو بتظهر ودانك شوية بتلبسي تربون مثلا. واختاري الأحذية الملونة أو اللي فيها تفاصيل كتير، الأحذية اللي فيها أحزمة حوالين الكاحل أو رسمة مميزة أو اللي بتكون ملفتة وبتشد الانتباه لأسفل. وتجنبي الأحذية اللي بتكون بسيطة جدا بدون أي تفاصيل، خاصة مع لبس سادة بالكامل، والأحذية اللي بتغطي جزء كبير من الساق بدون توازن بصري. وللمحجبات، اختاري الأحذية البارزة أو الملونة إنها بتضيف حركة وتوازن للإطلالة. والحذاء الأبيض أو البيج أو حتى بالألوان القوية لو كان التنسيق ذكي مناسب جدا للمحجبات. وزي ما كل جسم له مميزاته، جسم المثلث المقلوب ليه تحديات كمان، واللي بنحاول نتعامل معاها في التنسيق. من أكتر الحاجات اللي ممكن تظهر بشكل واضح هي بروز البطن والمؤخرة أو كبر الصدر أو قصر القامة. خلينا ناخد كل واحدة بالتفصيل. أولا، بروز البطن ده ممكن يحصل لو كان الجزء اللي تحت ضيق جدا مقارنة بالأكتاف، أو لو كان اختيارنا لبس ضيق على البطن. فبنختار البلوزات أو الفساتين تكون منسدلة على الجسم بدون تحديد في منطقة البطن، أو نستخدم قصات امباير اللي بتبدأ من تحت الصدر وتنزل على واسع، أو البليزرات أو الجاكيتات المفتوحة لأنها بتدي شكل طولي وبتشتت الانتباه عن البطن. ونستخدم أقمشة تكون خفيفة ومريحة لأنها بتنسدل على الجسم بدون تضييق. ونتجنب البلوزات أو الفساتين الضيقة جدا عند منطقة البطن، والحزام العريض على البطن لأنه بيبرز المنطقة أكتر، والقماش اللامع أو الطبعات الكبيرة اللي بتكون على البطن. والبلوزات أو الجيبات اللي فيها خصر منخفض لأنها بتجمع الدهون عند البطن وتبرزها أكتر. بروز المؤخرة ممكن يبان أقل بسبب الأكتاف العريضة، بس لو المؤخرة بارزة بشكل كبير لازم نعرف نختار القصات اللي بتوازن الجسم، زي البنطلونات أو الجيبات الهاي ويست لأنها بتدي شكل أنيق وبتشد البطن. واستخدام أقمشة متماسكة مش مطاطة بتدي تحكم وشكل أنحف. واختيار جيوب خلفية تكون كبيرة ومتقاربة لأنه بيقلل من بروز المؤخرة. والجيبات الإيلاين أو البنطلونات الوايد ليج لأنها بتوزع الشكل وبتقلل التركيز على المؤخرة. ونتجنب البنطلونات الضيقة جدا اللي هي السكيني أو الجيوب الصغيرة اللي فوق المؤخرة لأنها بتدي وهم إنها أكبر. والأقمشة الخفيفة أو اللي بتلمع. والجيبات أو البنطلونات بدون تفاصيل أو قصة بتخلي التركيز كله على حجم المؤخرة. كبر حجم الصدر من الصفات الشائعة لجسم المثلث المقلوب، وده بيأثر على اختيار البلوزات والفساتين. عشان كده بنختار بلوزات بقصة في أو رقبة مفتوحة لأنها بتطول الرقبة وتخفف التركيز عن الصدر، والبلوزات السادة أو بخطوط طولية ناعمة، واستخدام مقاس مضبوط للأندروير لأنه بيفرق جدا. والبليزر أو الجاكيت المفتوح بيكسر الكتلة في الجزء العلوي. ونتجنب البلوزات المقفولة من عند الرقبة زي الهاي نيك والطبعات الكبيرة أو الكشكشة أو تفاصيل كتيرة في منطقة الصدر. والأقمشة السميكة أو متعددة الطبقات من فوق. والحزام اللي بيكون تحت الصدر مباشرة خاصة لو كان فيه بروز لأنه ممكن يدي مظهر غير متوازن. وآخر حاجة معانا هي قصر القامة، ولأن الجسم بيكون مركز العرض من فوق لازم نعرف ازاي نطول المظهر بصريا. فبنختار البنطلونات والجيبات تكون هاي ويست لأنها بتدي طول الساقين، واستخدام الألوان الموحدة اللي هي المونوكروم من فوق لتحت لأنه بيدي إحساس بالطول أكتر. والبلوزات القصيرة اللي بتنتهي عند الخصر أفضل من الطويلة اللي بتقسم الجسم. ونختار كمان يفضل الكعب العالي أو الأحذية اللي بلون مشابه للبنطلون أو لون الجلد. ونتجنب القصات اللي بتقسم الجسم نصين زي بلوزة طويلة على بنطلون قصير، أو الجيبات أو الفساتين اللي بتقف عند منتصف الساق لأنها بتأثر الطول. والتفاصيل الكتيرة في الجزء العلوي لوحدها لأنها بتخلي الجسم يبان أكبر وأقصر. والأحذية اللي فيها رباط عند الكاحل لأنها ممكن تأثر شكل الساق. وبعد ما خلصنا كل التفاصيل الأساسية لجسم المثلث المقلوب، عاوزة أقولك نصيحة على الماشي. مع جسم المثلث المقلوب دايما فكري في التوازن، خلي الجزء اللي تحت من جسمك يكون بارز اكتر علشان يوازن عرض الاكتاف. جربي الوان وانسجه مختلفه، مش شرط دايما تبقى الالوان غامقه من فوق، لكن استخدمي الذكاء في التنسيق.
خليكي دايما مرتاحة في لبسك، الثقة اللي بتحسيها هي أجمل اكسسوار. ما تخافيش تجربي قطع جديدة أو جريئة شوية، ممكن تكتشفي ستايل جديد يناسبك أكتر. والأهم، استمتعي بالوقت اللي بتختاري وتنسقي فيه لبسك، خليه تعبير عن شخصيتك مش بس قواعد. الستايل مش بس طريقة لبس أو شكل، هو تعبير عن نفسك، عن ثقتك، عن شخصيتك المميزة الفريدة. جسم المثلث المقلوب مش عيب ولا مشكلة، هو مجرد شكل من أشكال الجمال المختلفة اللي ربنا خلقها. التحديات اللي بتواجهنا مش أكتر من فرص نبين فيها شطارتنا ونظهر بأفضل نسخة من نفسنا. لما تلبسي اللبس المناسب وتستخدمي الستايل كأداة تبرز جمالك الطبيعي، هتحسي بقوة وثقة مش بس في شكلك لكن في روحك كمان. ما تخليش أي حد أو أي فكرة تقلل من قيمتك أو تخليكي تشكي في نفسك. كل يوم هو فرصة جديدة تكتشفي فيها جمالك الخاص وتعيشيها بألوانك وأسلوبك اللي بيعبر عنك. افتكري دايما انتي أجمل لما تكوني انتي، وأقوى لما تثقي في نفسك، وأروع لما تحبي جسمك بكل تفاصيله. استمري في التألق وعيشي حياتك بأسلوبك الخاص، ويثبتي لكل العالم ان الجمال الحقيقي بيبدأ من جوه. شكرا ليكم على وجودكم معايا، وأتمنى لكم رحلة ستايلينج مبهجة ومليانة ثقة ونجاح. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يستفيد اكبر عدد من الناس. كمان شاركيني في التعليقات ايه اكتر تحدي واجهتيه مع جسمك، او لو عندك اسئلة انا هنا دايما. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.